السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبي في كل مكان واخواتي. زي ما اتعودنا في كل حلقة بنصلي ونسلم على سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ثم بنخش على الفقرة بتاعتنا عناوين الأخبار. يلا بينا على العناوين، يلا بينا على العناوين. أول خبر معانا النهاردة: موسيماني يصطدم بلجنة التخطيط في الأهلي من أجل هذا اللاعب. مفاجآت بالجملة في الانتقالات الشتوية لكل من الفريقين الأهلي والزمالك. هذا اللاعب نادي الزمالك حصل على توقيعه بالفعل. النادي الأهلي في انتظار صفقة من العيار الثقيل في خط الدفاع. ونرجع مع بعض تاني ونناقش عناوين الاخبار اللي اتكلمنا فيها. اول خبر كان معانا النهارده عن موسيماني يصطدم بلجنه التخطيط في نادي الاهلي من اجل هذا اللاعب. لجنه التخطيط كانت عايزه تطلع كابتن احمد ياسر ريان اعاره سنه كمان، بس كابتن موسيماني رفض وقال ان انا محتاجه في الفتره القادمه. طبعا من بعد الهزيمه نادي الزمالك في افريقيا وكاس مصر، نادي الزمالك بقى حال الفرق اللي هي بترمي همومها وبترمي مشاكلها على اي حد في الدنيا. كابتن ايمن يونس النهارده طالع بيتكلم كلام اصلا ما ينفعش ان هو يقوله، لان هو كابتن كبير عايز ياخد نهج اللي قبل منه، عايز يكسب ثقه جماهير نادي الزمالك، وعايز يكسب نادي الزمالك في صفه وجماهيره في صفه. وطالع بيقول يا كابتن خطيب يا ريت نركز في الملعب وبلاش نقدم عروض لعيبه في نادي الزمالك، عشان اي حد هيقدم عرض لعيب نادي الزمالك نقدم عروض ل 10 لعيبه من عنده. طبعا كلام ما ينفعش، وباين اصلا ان هو عشان يكسب حب جماهير نادي الزمالك اللي هي طبعا بقى لها مده ماشيه على نفس النهج دوت، واخد طريق رئيس مجلس الاداره السابق. طبعا الكلام ده ما كانش من فراغ، لان في الفتره اللي فاتت تداولت مواقع في السوشيال ميديا وكلام كتير جدا اتكلموا فيه عن انتقال لعيبه سوبر من نادي الزمالك لنادي الاهلي. وكابتن محمود الخطيب طلع واتكلم وقال احنا مش هنقدم عرض لاي نادي، ونادي الزمالك بالذات مش هنقدم لهم اي عرض عشان ما نوقعش نادي الزمالك وعشان الحاله اللي هو فيها دلوقتي. طبعا الزملكاويه في ناس مش عاجبهم الكلام دوت، وفي ناس طبعا فاهمه وداريه يعني بالدنيا وداريه بالكلام دوت. الفتره اللي فاتت كانوا بيتكلموا عن التعصب والتنمر مع كابتن شيكابالا، وطلع كذا حد اتكلم، بس في فيديو حابب ان حضراتكم تشوفوه معايا لمشجع زملكاوي. المشجع ده بيتكلم بمنتهى العقلانيه، بيتكلم عن الصفقات اللي اهدرت والمال اللي اهدر في حق نادي الزمالك طول الفتره اللي فاتت، وبيتكلم عن صفقه محمد عنتر بالتحديد. كلمني كده عن ال 30 مليون اللي اتسرقوا من خزنه النادي، كلمني كده على السمسره، كلمني ان ليه واحد زي ابراهيم حسن يمشي وواحد زي محمد عنتر يقعد، كلمني كده ان ليه اي مدير فني قبل انتهاء الموسم وفتره الصفقات اللي بتتعمل علشان السمسره ان هو ما يمشيش، لا ده يمشي. جروس يمشي بعد ما عمل اداء كويس، جوسوالتو فيريرا بعد ما جاب لك دوري وكاس من 2002 ما عملتهاش، لا جاب لك دوري وكاس في 2002 ومع ذلك مشيته وقلت اللي مش عاجبه يشرب من اي خراره. ليه؟ عشان كهربا ضيع ضربه الجزاء. كهربا اللي انت قلت انا مش هقيده في افريقيا، هقيده في افريقيا علشان الاهلي ما يقيدوش، والاهلي راح قيد وخسرت اسم في القايمه. كان ممكن تضيف امام عاشور تستفيد بالعجز بدل ما تلعب النهائي باسلام جابر بس، ويبقى عندك عجز في الشمال وفي وسط الملعب. مرتضى ما عملش حاجه صح للزمالك. وانا بنضم صوتي لصوت المشجع اللي فاهم دوت، وبنقول له فين صفقه احمد مدبولي، وازاي احمد مدبولي يمشي من نادي الزمالك؟ لعيب بمواصفات خاصه، لعيب جميل جدا، يعني كان هيبقى في الوقت دوت هو احسن واحد يقعد مكان احمد زيزو. طبعا في ناس من مصلحتها نشر الكلام دوت، وان نادي الزمالك هيقع عشان مجلس الاداره مشي ولازم كلنا نعمل ثوره عشان نرجع مجلس اداره نادي الزمالك تاني. والكلام ده طبعا ما ينفعش جدا. والعنوان الغريب اللي انا شفته من كام يوم ان هم بيتهموا كابتن البكري ان هو اهلاوي. يعني هينفع ان في واحد من مجلس اداره نادي الزمالك السابق يبقى اهلاوي؟ يبقى عيب حتى على الراجل الاسد المحترم. وبالمناسبه ديت تعالوا نشوف الاسد لما بيكون في المحاكمه بقى ويكون قدام القاضي بيعمل ايه. تعالوا نشوف التسجيل ده مع بعض، يلا بينا نشوف التسجيل مع بعض. ده انا اللي بتشتم يا سياده المستشار. هو محمود الخطيب مين؟ فهموني هو مين؟ مين هو؟ انا اللي بتشتم منه. هي الدوله اصلا عمل ايه؟ لسه في شركه الطلاق ومحمود الطلاق يا فندم هو اللي قال هو انا. انت لسه في شركه يا فندم هو. انت يا بيه اجمل من هذا. طب ما بيعرفوش هو ليه؟ انا بتعاقب من غير ما اتكلم ليه؟ نخش على الفقره بتاعتنا صوره بدون تعليق.
وفي الفتره اللي احنا بنتكلموا فيها عن التنمر برضه هنكمل اخر جملتين بس فيهم كده. اللي عمل التنمر يا جماعه هم لعيبه نادي الزمالك نفسهم، اللي ما كانوش بيحترموا المنافس وما بيحترموش نفسهم حتى في الملعب. بنشوف كابتن محمود علاء لما بيجيب الجون في طنطا مثلا بيعمل للحارس كده، يعمل له كده. طب ودي اخلاق مثلا؟ دي اخلاق لعيب كوره؟ بنشوف فرجاني ساسي لما بيجيب جون يروح جاي يعمل كده. هم دول اللي اخترعوا التنمر، هم دول اللي قالوا بالخصم، عشان كده اتقلب ضدهم. وجماهير نادي الزمالك اول ناس اخترعوا التنمر. كانوا بيتكلموا عن كابتن مؤمن زكريا كلام ملوش لازمه. التقرير اللي جاي هنستعرض فيه شويه صور كده عن التنمر اللي حصل من نادي الزمالك وجماهير نادي الزمالك، واحنا بنقول لا للتعصب. انا طبعا بنرفض التنمر بكابتن شيكابالا وباي بني ادم في الدنيا. بس ما ينفعش يبقى انا نضرب بايد بحديد وايد بميه. لازم نعدل ما بينهم. المساواه في الظلم عدل. لازم يبقى في وقفه للتنمر من الناديين ومن الجمهورين ومن اللاعبين، لعيبه الفريق دوت او لعيبه الفريق دوت. بعد مباراه طلائع الجيش اللي هي اول امبارح دي، احمد سمير طلع وبيتكلم مع المذيع وزعلان جدا ان جماهير نادي الزمالك بتتنمر. انت ليه بتتنمر على لعيب زي دوت؟ كسبك في الملعب، ايه المشكله؟ ملهاش لازمه التنمر. ولا انت تزعل لما حد يتنمر عليك؟ حلال ليك وحرام للناس ثانيه. وهنتكلم عن صفقه نادي الاهلي اللي بيرشحها كابتن ربيع ياسين، الراجل المحترم الخلوق، بيرشح حازم هاني مدافع نادي المنصوره ومدافع منتخب مصر الشباب. المدافع ده يا جماعه بامكانيات عاليه جدا وسنه لسه صغير، ممكن يستفيد منه الفتره. طبعا الصفقه الثانيه الاستغناء عن صالح جمعه. صالح جمعه لعيب زي ما قلنا قبل كده، كنا يمكن انفردنا بالخبر دوت وقلنا ان هو رايح سيراميكا كليوباترا. كابتن احمد الشيخ تم الاستغناء عنه وهو حاليا بيقول لك انا قاعد ومفيش اي عرض. وبالمناسبه يا جماعه كابتن صالح جمعه وكابتن احمد الشيخ ما مضوش للزمالك ولا حاجه. يعني احنا قلنا ان كابتن صالح جمعه راح سيراميكا كليوباترا. كل الكلام ده يا جماعه هري، وكل الكلام ده تسخين في السوشيال ميديا مش اكتر. نادي الزمالك خلاص قال القائمه بتاعته مستني صفقات يناير، ممكن يكون حد منهم في صفقه يناير، بس انا بنقول لكم اللي دلوقتي قدام مني كابتن صالح جمعه مضى خلاص لسيراميكا كليوباترا. كابتن احمد الشيخ لسه مستني عرض، قدام منه 3 عروض، ونادي الزمالك نفى ان حد عرض عليه اصلا الانضمام لنادي الزمالك. النهارده اخبار تداولت كتير جدا عن كابتن مروان محسن وان هم ما رضوش يفعلوا العقد بتاعه، وكابتن محسن صالح ما رضاش يفعلوا العقد بتاعه، وموقع كورابيا نفسه قال ان ما رضوش يفعلوا العقد بتاعه. طلعوا ناس من النادي الاهلي وقال ان مروان محسن مستمر مع النادي الاهلي، وبالفعل تم تفعيل العقد بتاعه. يمكن مستواه قليل اليومين دول، يمكن ربنا يكرمه فتره قريبه. ما ننسوش يا جماعه ان احنا استنينا على فليفيو سنه كامله. الانتقالات الشتويه، الانتقالات بقى اللي عند نادي الزمالك غير. طبعا في ناس اتكلموا ان بن شرقي عايز يمشي، وطلع الراجل كتب على الستوري بتاعه اذا جاءكم بسم الله الرحمن الرحيم اذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. كلام محترم جدا، وهو بيحب جماهير نادي الزمالك وبيحترم جماهير نادي الزمالك وبيحترم نادي الزمالك، ودي حاجه كويسه جدا يا جماعه. الخبر برضو اللي تداول من يومين هو ان كابتن امير توفيق اتصل بزيزو. يعني ايا كان الحيثيات اللي تمت، فما ينفعش ان زيزو مثلا نقوله زي ما بيقول المواقع والسوشيال ميديا بتاعتهم ان هو قفل السكه في وش كابتن امير توفيق بعد ما قال له اسمع صوت القطر بيب بيب. يعني انا اسف لحضراتكم، يعني هو كابتن زيزو كان قاعد على محطه القطر مثلا ولا ايه؟ مش فاهم. طب هم جابوا الكلام ده منين يعني؟ طب ولو في اصلا تسريب للكلام دوت، طب هو فين التسريب؟ وازاي زيزو هيقفل السكه في وش؟ يعني حتى لو هيقول له انا نحترم نادي الزمالك ومع احترامي لحضرتك وما ينفعش الكلام اللي احنا فاهمينه ده كله.
لكن الناس تطلع وتسخن وتقول ان هو قفل السكه في وشه وقال انا بحب الزمالك وبطل الكلام ده طبعا مش منطقي، مش حد محدش هيصدقه اصلا يعني. وساسي بقاله مده معوج على نادي الزمالك وعايز يمشي، بس مش معنى كده ان اي لعيب او اي بطوله نخسرها او اي حاجه نقول لعيب هيروح للخصم. طب النادي الاهلي خسر في السوبر، ما قلناش ليه لعيبه نادي الزمالك ولاعيبه الاهلي ولاعيبه، ما اتكلمناش خالص. وبالمناسبه ديت احنا بنشكر طبعا كابتن محمود الخطيب ان هو رجع الاستقرار النادي الاهلي تاني بالرغم من الحروب اللي كانت حوالين منه كلها. رئيس جمهوريه قاعد في المدرجات، فاز ببطوله بقى للنادي الاهلي 7 سنين ما خدهاش، ما نزلش عمل زي الناس وفضل يلف بقى الملعب. يعني راجل محترم جدا، عارف هو بيعمل ايه، دارس هو بيعمل ايه، محترم نفسه. يعني محترم نفسه قبل ما يحترم حد. ما يطلعش يشتم ويطلع جعر ويطلع يقول كذا وكذا وكذا، ما ينفعش طبعا، ده رئيس نادي لازم يعرف حدوده ايه. في نهايه حلقتنا النهارده بنشكر كل الناس الحلوه اللي تابعتنا وكل الناس اللي بتتفرج علينا، وما تنساش لايك وسبسكرايب عشان نوصل لاكبر عدد من الاهلاويه. السلام عليكم ورحمه الله.